اسألوا أي حد متغرب هيقولوله إن الأكل المصري بالنسبة لكم إيه، هيقولكوا إنه بقى عبارة عن ذكريات. وأنا بالنسبة لي صينية الفراخ بالبطاطس ذكريات لأختي ندى، من كتر ما هي بتحبها ومن كتر ما هي بتعملها في الأسبوع مثلا بتاع 3 4 مرات. ما عندهاش أي مانع إن هي تاكلها كل يوم. فأنا لما بحب أعملها بحب أفتكر الذكريات دي. أعمل لكم النهاردة أحلى صينية بطاطس بالفراخ هتجربوها وتحلفوا بيها مع الرز بالشعرية. عندي طبق هحط فيه بصلاية متقطعة طرنشات واحط عليها شوية من البهارات: ملح، فلفل، بابريكا، 7 بهارات، كمون وكزبرة وشوية بسيطة من القرفة. هضيفهم على البصلة دي وهدعكهم كويس جدا. تقدروا تعملوا بدل البصلة بصلتين، يعني اختصارا للمرحلة التانية اللي احنا هنعملها دلوقتي. هحط بقى في البصلاية دي الفراخ اللي انا هستخدمها. انا استخدمت يعني 3/4 من الفراخ، هي دي الكمية المناسبة لينا. ما بحبش في الفراخ حاجة تفيض بصراحة أو تبات، مش بحب طعمها خالص لما بتبات. بعد كده بدعكم كويس جدا من البصل بالفراخ وهسيبهم على جنب، هغطيهم وهسيبهم على جنب. أنا كنت عاملاها بدري شوية عن الوقت اللي بجهز فيه الصينية نفسها. في طبق تاني بقى هضيف برضو بصلاية، ورقتين من اللورة، مكعب مرق دجاج، ونفس البهارات اللي حطيتها في الاول، بس مش هحط عليها ملح لان انا حاطه مكعب مرق. برضو فلفل، 7 بهارات، قرفة، كمون وكزبرة، وبدعكهم كويس. وبعد كده هحط عليهم البطاطس المتقطعة على حسب كمية أو عدد أفراد الأسرة بتاعتك. بتقطعي بطاطس إلى حد ما سميكة، يعني وسط، لا سميكة تخينة قوي ولا هي رفيعة قوي، عشان نضمن ان البطاطساية بتاعتك تطلع مستوية، لا هي مهرية ولا هي جامدة. الخطوة دي ممكن تعملوها في الأول وتشيلوا منها شوية لجزء البطاطس. بعد كده هعمل خلطة التوم. عندي 3 تومات، فلفل، تقدروا تستخدموا فلفل أخضر عادي أو فلفل حامي. بضيف عليهم رشة بسيطة قوي من الملح وبدقهم كويس جدا جدا جدا. وبعد كده هضيف عليهم الكزبرة الخضراء. الكزبرة الخضراء بتخلي طعم صينية البطاطس يجنن يا جماعة. انا في الاول ما كنتش بحطها الحقيقة، بس لما جربتها فرقت جدا في الطعم. نص معلقة صغيرة هريسة شطة، ممكن تستغنوا عنها لو هتحطوا فلفل حامي. نيجي بقى لجريل او طاسة على النار كبيرة، هحط فيها معلقة زيت صغيرة او معلقة سمنة. هضيف عليها الفراخ بعد ما بشيل كل البصل من عليها. انا مش بحب احط البصل اللي حطيته في الفراخ في قلب الطبخة نفسها، لانه بيبقى نزل شوية من المية وبحسه بصراحة زفر، فمش بس يعني بتجنب خالص البصل. عشان كده بعمل بصلاية تانية لصينية البطاطس نفسها. بعد ما باخد تشويحة الفراخ وبياخد لون حلو بشيلها، وفي نفس الطاسة مش بزيد اي مادة دهنية لان بيبقى اوريدي الفراخ نزلت دهنها. بنزل فيها خلطة البصل والبطاطس، وبعد كده هحط عليهم الثوم والكزبرة والفلفل واديهم تشويحة. التشويحة دي بتودي صينية البطاطس في حتة تانية خالص غير ما بتعملوها ني في ني. بديها تشويحة، بنزل عليها نص معلقة من صلصة الطماطم، وبعد كده بحط عليها صلصة الطماطم العادية او عصير الطماطم لو انتوا هتضربوا طماطم فريش. انا عندي العصير الطماطم بيبقى جاهز، لان هنا الطماطم اغلب الاوقات مش بتبقى حمرة ومش بتبقى حلوة، وصلصة الطماطم الجاهزة دي بتبقى متوفرة هنا بأسعار حلوة جدا، فبتسهل الدنيا الصراحة. بديها تقليبة وبعد كده بحط المية بغطي بيها البطاطس لان هي لسه هتاخد غلو على النار، وكمان هتتحط في الفرن، فانا بحب فيها يبقى الصوص موجود مش ناشفة. وحتى في الفرن لما بتدخل وبحس ان المية فيها ناقصة بزود لها عادي جدا. بنقلها بقى، بتاخد غلوة واحدة على النار، وبنقلها في الصينية اللي هحطها في الفرن، وبحط عليها الفراخ من فوق، وببدأ ان انا بالصوص الموجود في الصينية احط على الفراخ من على الوش وبغطيها كويس. طبعا عندي الفرن بيبقى شغال وحامي جدا، بحطها على درجة حرارة عالية عشان تبقى بتغلي جوه الفرن. اول ما تغلي جوه الفرن بخلي درجة الحرارة متوسطة، يعني مثلا 200، وبسيبها تستوي لحد يعني تقريبا بتاخد مثلا تلت ساعة، لا مش تلت ساعة، 40 دقيقة. 40 دقيقة المهم على حسب فرنك. لحد ما بتشوفيها ان هي استوت بتشيلي الغطا وبتديها تحميرة حلوة من على الوش.
برضو بشوية من الصوص كده بتحطيه على الفراخ لحد ما بتاخد اللون الحلو. نيجي بقى للرز بالشعرية. حلة على النار بحط فيها معلقتين من الزيت ومعلقة أو مكعب كبير كده من الزبدة أو السمنة، وبنزل فيه بكوباية من الشعرية. أنا كل كوباية ونص من الرز بحط لها كوباية من الشعرية. أنا بحب الشعرية شوية تبقى زيادة وبحب طعمها. ببدأ أحمص فيها لحد ما بتاخد اللون اللي أنا بحبه. برضو بحب اللون بتاعها شوية وسط، مش فاتح قوي ومش غامق. وبعد كده بنزل عليها الرز بتاعك على حسب ما انتي بتستعمليه، هل بتنقعيه او مش بتنقعيه. انا هنا الرز عندي لازم انقعه لان هو مش بيبقى زي الرز المصري بتاعنا، فبنقعه وبديله برضو الكمية العادية بتاعت المية بتاعته، اللي هي لكل كوباية رز كوباية من المية، او على حسب الرز اللي انت بتستخدميه متعودة عليه. بحمص كويس وبحط الملح، معلقتين صغيرين من الملح، وببدأ اقلب كل الكلام ده مع بعض. بيبقى لحد ما بتحسي بالخرفشة بتاعت الصوت بتاع الرز كده. اتحمص شوية كويس لان ده ضروري جدا، لان الرز في الاخر ما يطلعش معجن. فبتديله وقته خالص في التحميص لحد ما بيتحمص وبينشف وتحس ان الرزاية بقت شفافة كده. بيبقى في الوقت ده جاهز المية. ضروري جدا ان المية اللي تحطيها على الرز تبقى مية مغلية، او يعني على الاقل تبقى مية سخنة مش باردة خالص، عشان الرز برضو ما يعجنش معاكي. بتضيفي المية، انا الحقيقة مش بعاير، فبضيف لحد يعني فوق الرز بشوية، بسيبه يغلي وهو مكشوف غلوة، وبغطي عليه وبسيبه يغلي غلوة برضو على نار عالية. وبعد كده بهدي النار على اهدى نار، اللي هي يعني بنهدي النار ناحية اليمين مش ناحية الشمال، بنهدي النار ناحية اليمين، وبنسيبه شمعة كده بسيطة لحد ما بيستوي. بيطلع معايا مفلفل وبيبقى حلو جدا. بعد ما بيستوي انا برضو بسيبه متغطي شوية، مش بغرف على طول، وبيبقى وقتها مفلفل وطعمه جميل. بس كده الأكلة جهزت. تقدروا بقى تقدموا معاها مخلل، تقدموا معاها فلفل حامي، تقدموا كمان طماطم مخللة، اللي يريحكوا أو اللي تحبوه. بس كده الوصفة تقريبا خلصت. اعملوها بطريقتي بتبقى خطيرة يا جماعة وطعمها يجنن. ونصيحة مني، ما تنسوش تحطوا الكزبرة الخضراء أو تستغنوا عنها، بتنقل صينية البطاطس بالفراخ في حتة تانية خالص. يعني هتجربوا وهتشوفوا وهتعرفوا ان انا عندي حق. يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم. طبعا ما تنسوش لو عجبتكم تشتركوا في القناة وتفعلوا اشتراككم، محتاجين ان القناة تكبر ويعرفها اكبر عدد من الناس. يا رب ان شاء الله اشوفكم على خير في وصفة جديدة عن قريب. مع السلامة.